وده بقى روتين عند ماما، تنظيف المطبخ من عمق الأعماق. رجعت من الشغل لقيت المطبخ فل شمعة منورة، فرحت جدا، ودي طبعا حاجة تسعدني. النهاردة إن شاء الله هيكون روتين محفز. حطولي لايكات كتير واشتركوا وفعلوا الجرس على الكل لو انت أول مرة تشوفوا قناتي، وفعلوا على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا بقى النهاردة انتوا أكيد فاكرين إن التنظيف ده زيه زي أي تنظيف أنا بعمله، بس الصراحة التنظيف ده وراه حاجة مهمة جدا. تابعوا الفيديو للنهاية علشان تفهموا أنا هعمل ايه، يمكن تعرفوا من قبل ما حتى ابدا معاكم. انا الصراحه مش عايزه ان انا اتكلم لسبب واحد، علشان بس اقدر ان انا اكمل، لان للاسف كل حاجه بتكلم فيها مش بعرف ان انا اكمل فيها. فالنهارده حبيت ان انا اخدكم معايا خطوه خطوه، وقولوا لي انتوا في الكومنتات ايه اللي هيحصل بعد كده. تابعوا بس الروتين ده وشوفوا انا عملت ايه، ان شاء الله يكون محفز ليكم. حطوا له لايكات كتير باذن الله يكون مشجع. بصوا بقى، اول حاجه كده انا عملتها، فضيت التقفيله دي كلها على بعضها علشان الصراحه محتاجه ان هي تتنضف. بس انا مش هعرف ان انا افضي المطبخ كله، لان كمان انا مش هنضف التقفيله بس، هنضف البوتاجاز والرخام وتحت الرخام والارضيه وكل حاجه. وطبعا بما ان انا هنضف يبقى اكيد في بلبطه وزلوطه، دي حاجه ما استغناش عنها. في البلبطه والزلوطه دي انا ما اقولكوش يعني نمبر 1. انا بقى ايه، رحت زي ما انتم شايفين كده فضيت التقفيله من فوق، وهفضيها من تحت كمان، الادراج والحته اللي هي التقفيله دي اللي فيها الحلل. يعني انتوا عارفين حاجه ماما الحمد لله، يعني على كل حال حاجه بسيطه يعني، فمش باخد وقت فيها. وحقيقي بجد انا شقه امي سبحان الله، يعني مهما اشتغلت فيها مش بحس بالتعب ولا بالمجهود. طب اروح انضف كده شقتي او اخد جزء واحد بس كده على المشقة والتعب اللي بحس بيه من قبل ما ابدا بحس ان انا شايله هم الحاجه اللي انا هعملها. بس عند امي سبحانك يا رب والله العظيم، تحس ان ربنا بيسهل لي كل حاجه. يعني انا اساسا ما بحسش بالتعب والله، وانا بشتغل كده سبحان الله بحس ان هي متيسره قوي. يعني الحمد لله كل حاجه بتبقى ما شاء الله تبارك الله سهله وسريعه، فمش باخد وقت خالص. يعني انتوا عارفين مطبخ ماما انا نضفته في ساعتين زمن، ساعتين زمن بالظبط، علشان كنت عايزه الحق كمان قبل ما النور يقطع. والحمد لله ربنا اكرمني وخلصته. انا بقى في مطبخي لو حابه ان انا انضفه، انا بصحى من صباحيه ربنا الساعه 7 كده مثلا، واقعد فيه مثلا للظهر او لبعد الظهر، على حسب بقى انا ومجهودي، فاهمين؟ يعني لما ربنا يسهل بقى اشوف انا هعمل ايه. فصراحه انا عندي بحس ان انا شايله هم كل حاجه، لكن عند ماما سبحان الله والحمد لله يعني بتبقى متيسره سبحان الله. المهم بقى ان انا رشيت سترس على الرخامه، وهنا بقى جيت على البوتاجاز ورشيت كمان، وهسيبه كده شويه ياخد وقته لحد بقى ايه ما اخلص الرخامه انضفها وارجع للبوتاجاز تاني. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده انا رحت لماما وكنت فاكره ان انا هعمل روتين شامل في الشقه كلها، بس صراحه اول ما شفت المنظر المطبخ حسيت ان انا لا لازم انضف المطبخ. انا كده كده كنت ناوياله، بس الصراحه اللي انا كنت ناوياله كنت ناويه ان انا اعمله خبط لزق كده من غير مقدمات، اللي هو من غير بقى ايه ما انضف ولا اتعب نفسي يعني، ولا مستاهله ان انا ايه فرهضه وبلبطه وكده. كنت هسيبها في وقت تاني، بس حسيت لا ان انا لازم انضفه ولازم اروق عليه كده، عشان مهما كان ده مطبخ واحنا واقفين فيه طولت قصرت لازم ينضف. فقلت انضفه كده مش مشكله، وان شاء الله الايام الجايه بقى هتلاقوني ايه من الوقت للتاني كده بروح لماما بنعمل حاجات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى، انا رحت بقى نضفت الرخامه كده ودعكتها ودعكت السيراميكا اللي وراها بالسبونشه والسلك. انا حاطه تحت السبونشه دي سلكه كده ناعمه بنضف بيها السيراميك. طبعا سترس ما شاء الله تبارك الله من الحاجات اللي هي بتدوب الدهون والاوساخ بطريقه ما حدش يتخيلها، سحر يعني. انا بالنسبه لي يعني ايدي ورجلي زي ما بيقولوا في المطبخ او في اي حته، انا بحتاج سترس دايما الصراحه، وعلى فكره قوي جدا جدا جدا. المهم ان انا رحت بقى ايه دخلت على البوتاجاز كده. البوتاجاز العيون بتاعت ماما مش بتتحرك ثابته، يمكن من فتره جامده كنت قلت لكم الموضوع ده، حاولت ان انا افكها من مكانها معرفتش، وطبعا لو حاولت اكتر ممكن البتاعه نفسها تتكسر اللي هي بتخرج الغاز، فانا مش بعافر معاها. فانا بشيل بس ايه الحاجات السوداء اللي هي الاطباق السوداء الصغيره دي اللي بتبقى على العيون، وبروح منضفه العيون وهي موجوده مكانها، وبنضف البوتاجاز كله على بعضه. وبعدين بقى ايه بروح جايبه قماشه كده وانشف، مش ببلبط طبعا علشان السلك بتاع البوتاجاز سطح البوتاجاز ده متوصل بالكهرباء وللاسف ثابت، علشان كده نضفت الرخامه اللي انا كنت بنضفها من شويه دي يعتبر على الناشف، يعني علشان انا معرفتش ان انا ارش ميه وكده، عشان السلك في الكهرباء متوصل، ولو طلته ميه جامده ممكن اتكهرب. فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اسيطر في الجزء ده،
علشان ما تكهربش، لان للاسف الفيشه دي لازقه اللي هي ثابته سايحه تقريبا كده في الكوبسه نفسه بتاع الحيطه ده، فمش عارفين نشيلها من وقت طويل قوي. يعني امي عفرت معاها مش عارفين، وهي خايفه تكسرها يحصل حاجه في الجزء ده، فهي سايباها. قالت اسيبها لوقتها ان شاء الله تفك مع نفسها، بس هي ما بتفكش الصراحه. لو جه كهرباء عندنا لاي وقت، يعني اذا كان لشقه محمود او لينا، ان شاء الله يبقى يعملها لنا باذن الله، بس احنا نفتكر. المهم ان انا طبعا عشان العيون مش سالكه من مكانها، فنزلت كده القماشه وزحلقتها من تحت العيون وهي مكانها، زنقتها كده على اساس ان انا انضف اي ميه وصابون من تحتها، يعني عشان تبقى برضو نظيفه كده. والحمد لله هي رافعه لفوق شويه، يعني هي ما بتتحركش بس رافعه لفوق. المهم بقى ان انا خلصت من البوتاجاز والرخامه، دخلت بقى على الفرن اللي كان محطوط عليه البوتاجاز. بصوا ظهر السيراميك اللي هو وراه الفرن، هتلاحظوا ان فيه هبابه سودا. معرفش بقى اذا كانت من الفرن ولا من البوتاجاز، الصراحه مش عارفه السبب، بس هي الحمد لله نطفت معايا بسهوله، يعني الحمد لله. انا دلوقتي بعد ما اخلص الفرن ده هروح بقى شداه على جنب كده لقدام، وهرش على المنطقه اللي هي فيها الهبابه السودا دي متهببه يعني بالسترس، هرشها بالسترس، وهروح بقى منضفه برضو اللي تحت الرخامه، هشيل الانابيب من مكانها علشان المنطقه دي بيبقى فيها دهون وبهدله جامده، علشان مكان البوتاجاز يعني يعتبر كده في الجزء ده فيه بلاوي سودا، زي اي بوتاجاز بيبقى من تحت فيه بلاوي. المهم ان احنا هنا ظبطنا زي ما انتم شايفين، وقعدت افرك بقى بالقماشه وانشف كويس علشان طبعا ما يصدش مننا، ولان امي دايما بتحذرني كل التحذير لو هتبلبطي نشفي، وانا دايما بعمل كده والله حتى لو عندي، بس انا سبتها شويه على جنب بعد ما نشفتها، وفي النهايه برضو هنشف تاني. يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت كل ما اعمل حاجه انشف، يعني عشان لو في طرطشه ولا اي حاجه ابقى انا كده في الامان، ما انساش حاجه وفيها ميه، فاهمين. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده الوصله بتاعه الغاز، هي الانبوبه موصله حاجتين، الفرن والبوتاجاز، والوصله الحمد لله ما شاء الله يعني هي سليمه وجميله وامان ومفيش اي مشكله فيها، يعني احنا بنستخدمها كده بقالنا زمان. المهم بقى كان في حد سالني يا امل هو مطبخ ماما بقى نظامه بقى كويس بعد ما نضفتيه من الحشرات وكده؟ والله هو الموضوع خف، بس في وقت كده من الاوقات الموضوع بيكتر. يعني امي بتقولي انا بحس ان في يوم كده بحس ان الموضوع خفيف، واوقات كده الاقيهم ما شاء الله هلوا عليا. منين بقى؟ من المطبخ الخشب نفسه هو اللي فيه البهدله كلها، لان المطبخ ده قديم بقاله زمن الزمان. وفي الحقيقه احنا لو عايزين نخلص من الحشرات بشكل جذري لازم نخلص من المطبخ الخشب، لان طبعا انا كنت بقول لكم من فتره، يعني من فتره لما كنا بننظف المطبخ ده وقلت لكم ان في حشرات ومش عارفه الصراحه في كذا سبب، بس يمكن السبب الرئيسي دلوقتي في المطبخ هو المطبخ الخشب، لان احنا اول ما جينا المطبخ ده كان كده مش نظيف. يمكن احنا اول ما نقلنا في البيت ده كنت قلت لكم حال المطبخ كان عامل ازاي، وحاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا، وكان في بلاوي، بس احنا كنا نظفناه. بس المشكله اللي احنا عملناها او الغلطه اللي احنا عملناها ان احنا جبنا الحاجه من قبل ما ننضف البيت، يعني احنا جبنا الحاجه وبعدين فكرنا ان احنا ننضف، فالمطبخ ده كان دخل وهو كان فيه حشرات، فالحشرات بقى عششت جوه المطبخ نفسه تقريبا كده، عملوا بيت. يعني انتوا عارفين في ابلكاشه كده خشبه من ورا التقفيله اللي هي من تحت دي، بقى في النص في عائلات من الحشرات. امي بتقولي انا كل ما ارفع طرف الستيكر بتاع الخشبه بتاع التقفيله اللي تحت، انا حاطه على الستيكر عامل زي الرخام كده، بتقولي بلاقي حاجات صغيره. الحاجات الصغيره دي فين بقى؟ يعني فين جذورها اصلا؟ فين العيله بتاعتها؟ جوه الابلكاشه نفسها اللي ما بين اللي عارفين في الحتت المفتحه دي. سبحان الله عايشين جوه ازاي معرفش، يعني هي مش ظاهره اصلا بس بيطلعوا كده وقت ما يحبوا يطلعوا. وبره في الشقه نفسها الماسوره اللي انا كنت بقول لكم عليها ان هي مكسوره، ودي اللي بتخرج بقى من المجاري او الصرف الصحي، يعني من الاخر الصراصير والحاجات الحشرات وكده. دي امي قالت لي احنا هنقفلها كده ونحط عليها حجره، فالمفروض ان احنا خلصنا منها. بقى لا لسه في بقى، يعني امي تقولي يختفوا ويظهروا، اوقات بشوفهم واوقات يعني فاهمين اللي هو مش بشوفهم. فامي لاحظت بقى، وانا كمان وانا بشيل الاستيكر دلوقتي
يمكن الموضوع يبقى واضح ليكم. المهم ان انا طبعا اتعلقت فوق ونضفت التقفيله من فوق، بس انا لخصت عليكم وقصيت عشان طبعا وانا متعلقه كان الوضع صراحه ما يسرش عدو ولا حبيب. فانا رحت قصيت الجزء ده ونضفت، انا تألقت وطلعت ونضفت بالسبونشه والبريل والسلك وكده. وبعدين بقى نزلت رشيت ميه واستحميت حرفيا، يعني خدت دش كده ما يعلم بالله ربنا. انا كنت برش والميه بترجع عليا، تحس ان هي بتترد لي تاني، خير تعمل شر طلقه. فالمهم ان احنا خلصنا منه برضو. رحت بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، جريت الجزء اللي تحت ده علشان اقف عليه، ورحت بقى بدات ان انا هنشف كويس طبعا بالفوطه اللي معايا دي. مش فوطه، من الاخر دي فانلة قديمه بتاعت اخواتي من زمان قوي، بس عايزه اقول لكم جميله والله، بتمتص الميه بطريقه اجدع من اي فوطه، بتخلي الحته ناشفه ولا كأن في نقطه ميه نزلت عليها. فعشان كده انا بلف والف وارجع لفانلات اخواتي تاني. مهما جبت فوط بحن قوي للفانلات القديمه انشف بيها وانضف بيها. المهم بقى ركزوا معايا في ظهر المطبخ كده، القطعه اللي تحت دي، بصوا الابلكاشه اللي في النص دي، اللي هي الفتحات اللي في النص، مش الابلكاشه، الفتحات اللي في النص دي اهو جبته من عندي اهي، حشره هي معديه من قدامنا بتتمخطر. هي بقى في الفتحات دي جوه بقى معششين جوه. فدول بقى هنعمل ايه يعني؟ احنا هنعمل ايه بقى؟ امي بتقول لي قسما بالله من الوقت للتاني تجيب ازازه اللي هي بتاعت الحشرات وترش، وجابت منتجات كتير وخلطات كتير اصحابها قالوا لها عليها على اساس ان هي تجربها، وفي كل مره كانت بتستخدمها تحس ان هو فعلا جاب فايده، بس بعد كده بيظهروا تاني. فبتقول لي انا مهما عملت بيظهروا. وطبعا فاكرين انا لما انا جيت بقى وقلبت المطبخ ويعني عملت عمايل، يا على العمايل اللي عملتها ده، انا قسما بالله يمكن التنظيفه اللي كنت عملتها قبل كده اعمق من كده واشد من كده ب30 مره. انا كنت تقريبا كده ما سبتش فتفوته الا لما نضفتها، مفيش ذره في المطبخ الا لما نضفتها، لدرجه ان انا جبت الفتحات اللي في التربو نضفتها. يعني عشان برضو انا الحاجات اللي هي بتبقى الفتحات الصغيره دي بيبقى للاسف فيها حاجات ناعمه، يعني احنا مش بنشوفها مش بنركز معاها، بس للاسف هي بتبقى هنا في الحتت الصغيره المتقفله دي، الفتحات اللي انت ما تتخيليش ان ممكن يكون فيها حاجه اصلا يعني. فايه ربنا يسهل. احنا زي ما انتم شايفين كده رحت بقى نضفت وبقيت ارش ميه، وعلى فكره غرقت الدنيا ميه. طبعا انت هتقولوا لي انت كده بتزودي الطينه بله، بس هي كده متطينه لوحدها، فمعلش يعني مش الميه اللي بنضف بيها هي اللي هتزود الطينه بله، هي كده متطينه لوحدها. ويمكن اللي انا بعمله ده حاجه تنجدنا شويه، يعني حاجه تخفف حاجه. انا بقيت ارش على المطبخ في الاقي حاجات بتتزحلق، حشرات بتتزحلق كده. امي مش بتستخدم فيه حاجه، امي مش بتحط هنا ولا معالق ولا اي حاجه بنستخدمها استخدام يومي، يعني بتحط فيها حاجات ممكن نستخدمها فين وفين، فبتغسلها قبل ما تستخدمها، لان طبعا هي مش ضامنه الصراحه يعني. المهم ان احنا زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصنا من التقفيله خالص وخلصناها وشيلنا الستيكر كمان وكده، دخلت بقى على الجزء ده سيراميكا اللي ورا البوتاجاز، طبعا متبهدله عشان الزيوت والدهون والحاجات اللي احنا بنقليها، والفرن تقريبا هو اللي مهبب الهباب ده. فرشيت سترس وعلى الارض كمان عشان في بهدله جامده. وبعدين جبت الاسبونشه والسلك كده وبدات ان انا ادعك، والحمد لله زي كل مره سترس بيبهرني والموضوع بيبقى سهل. وعلى فكره انا في الوقت ده ما كنتش بنضف الهباب بس، لا ده كان في دهون كمان صفرة كده، بس لا ترى الا بالعين المجرده، لان السيراميك يعتبر فيه حتت فاتحه كده فما بتبانش، يعني السيراميك الفاتح ما يبانش عليه، اما السيراميك الغامق يبان عليه على فكره. فالجزء اللي تحتاني يمكن يبان عليه البهدله اكتر من الجزء الفاتح ده. فانا بقى كنت بنضف ما شاء الله، وهو كان مساعد بصراحه ان الدهون تبقى سهله كده ان هي تطلع، بس هتحتاجي حته سلكه كبيره شويه، فاهم؟ تفركي بقى وتلمعي وتزلوطي وتدعكي كده، وهتحسي ان الدنيا متيسره معاكي. ليه؟ لان في زحلقه بتحصل. يعني انا الخلطه اللي بعملها اللي هي البريل دي، ونحط عليها بيكربونات الصودا لو موجوده، لو ميه بقى دافيه، هتلاقي الدنيا سهله معاكي والله العظيم. فيعني حاول ان انت كده تيسري الموضوع عليكي، رشي سترس، هاتي منتجات تسهل الموضوع زي باور مثلا او سترس والكلام ده. لو ما فيش رش ميه دافيه او ميه سخنه على المكان اللي متبهدل، هتلاقي الدنيا سهله معاكي والله، وهتلاقي الموضوع الحمد لله تيسر. انا دايما بعتمد على كده، يمكن اللي متابعني عارف ان انا تنظيفاتي كلها معتمده على البلبطه والزلوطه والميه الدافيه وسترس اكيد. ولو سترس مش موجود باور، لو باور مش موجود هنعمل ايه؟ عندك بيكربونات الصودا وملح الليمون والخل وايه تاني يا امل، واوقات والله من غير اي حاجات اي خلطات بالبريل او الميه او كمان الاريال
والميه الدافيه، ميه سخنه مش دافيه، وزلوطي بقى وعيش اللحظه، عيش اللحظه وما تتردديش. هنا بقى زي ما انتم شايفين نضفت تحت التقفيله بالمره عشان هيبقى كده الجزء ده كله انا نضفته. هنشف بقى بالموب كده وبعد كده هرجعه مكانه، وادخل بقى على الجزء اللي هو تحت الرخامه اللي انا بخاف ابلبط عنده ده بسبب الكهرباء اللي واصله بالبوتاجاز ومش عارفين نشيلها من مكانها، هي لزقت يعني في الكوبس وكده. فايه احنا برضو هنطرطش ميه، ما انا مش عارفه ان انا اسيطر قوي يعني، هزلوط ميه على الارض بس هحاول ان انا ما اجيش عند الكهرباء، يعني مش هرش على الحيطه، ناحيه الحيطه مش هرش، انا على الارض بس، على الارض بس زي ما انتم شايفين كده. شايفين الفيشه البيضه دي؟ هي دي بقى اللي مش عارفين نشيلها بقى لها فتره، لازقه لازقه يا جماعه، وزي ما يكون ساحت في نفسها جوه ومحدش عارف يحركها خالص. وطبعا ما ينفعش نكسرها لان دي كهرباء، فلو اتكسرت محتاجين نحط بتاع مكانها يعني نغيرها علشان يبقى امان، وعلشان طبعا الجزء ده متاح ان هو ممكن يدلق عليه حاجه لا قدر الله، حد يمسك حاجه هو مش شايفها، غير ان الانابيب في الجزء ده، فلو لمست مثلا نتكهرب كلنا ولا يحصل ايه. فالمهم برضو حته خطر الصراحه ما ينفعش الواحد يستهتر بيها. انا هنا بقى رحت شديت الميه ورحت دلقت ميه كده على الانابيب، هي كملت النظافه. وعلى فكره حركتهم كده من مكانهم علشان ايه، اوقات بيبقى تحت الانابيب نفسها في حشرات ما تستغربوش، فانا بحركهم كده على اساس ان لو في حاجه تتحرك يعني اشبشب لها عادي مش مشكله. فانا بقى ما لقيتش حاجه وظبطنا الدنيا، شدينا الميه برضو. وعلى فكره كل شويه كنت بنشف، وفي النهايه برضو بعد ما اخلص خالص قبل ما امشي من عند ماما هروح منشفه بالموب، بس الموب اللي انا مسحت بيها علشان كان في شويه بهدله كانت محتاجه ان هي تتغسل، فانا ركنتها من بعد المره اللي انا مسحت بيها من تحت المطبخ، وقلت في النهايه هروح بقى غسلها في الحمام وارجع انشف كويس يعني. بس انا وقتها لخصت عليكم وقفلت يعني، لان الصراحه النور كان قطع وانا كنت كملت في الضلمه على الكشاف بتاع الموبايل. بقى زي ما انتم شايفين كده انا هنا بقى دخلت على الجزء اللي هو تحت الرخامه، كنت يعني شلت الحاجات اللي على الرخامه نفسها، كانت ماما غسلها وركناها على جنب، انا شلتها ورجعتها، يعني في حاجات حطيتها على الرشاقه بتاعه الاطباق وفي حاجات ركنتها على جنب لحد ما اخلص بقى الليله دي كلها. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت تحت الحوض بعد ما شلت الغساله والسبت، وقعدت بقى دعك وفرك فيها وظبطتها تظبيط من النار، اللي هو زلوط يا عم الحاج زلوط، اهم حاجه تنضف وتبقى زي الفل. واكتر حاجه بتشجعني على التنظيف حقيقي هي الزلوطه دي، يعني انا بموت في الزلوطه مع ان الجو كان ساقع شويه بس مش مشكله، اهم حاجه ان الدنيا تبقى نظيفه وزي الفل. وعلى فكره ست البيت بتبقى واخده راحتها اكتر مني بمراحل، لان طبعا انا وانا بصور حاجه وانا في شقتي وبراحتي حاجه تانية، بنطلون بقى ودي وتبقى رايحه شمال وفي يمين وبتجري وبتطلع وتنزلي براحتك، لكن انا على قد كده انا محكومه شويه بالكاميرا، وعلى قد ما اقدر بحاول ان انا برضو انضف كويس، ويعني اللي هو سيطر، يعني اللي هو يعني مفيش حاجه هتوقفني، فاهمين؟ فالحمد لله. هنا بقى بعد ما ظبطت تحت الحوض رحت جبت برضو حته القماشه اللي انا بحبها قوي دي، اللي هي بتنشف قوي دي، ورحت بقى نزلت كده تحت الحوض نشفت بيها وبقيت اعصر وارجع انشف وهكذا. والمهم بعد كده رحت دخلت الغساله هي مكانها، وهحط السبت وهرجع كل حاجه تحت الرخامه الحوض زي ما كانت. في ازاز فاضيه امي طبعا كانت حطاها ليه معرفش، تقريبا كانت هتستغلها تاني، رميتها في الزباله، وفي النهايه قلت لها ان انا رميتها بس بعد ما خلاص كنت هروح، عارفين كانت ممكن تقولي رميتها ليه ومش عارفه ويعني تزعل، فانا قلت لها قبل ما امشي. بس هي فرحت والله لما نظفت المطبخ. عايزه اقول لكم ان هي اول ما دخلت ولقيت المطبخ ما شاء الله نظيف قعدت تدعي لي وفرحت قوي قوي، تقول لي والله انا بشطب الحوض كل يوم على قد ما اقدر، بس فعلا هو كان محتاج يتنضف وزعلانه جدا من الحشرات اللي في المطبخ، وبتقول لي حاولت وعملت وشفت خلطات كتير على النت، وفي نفس الوقت برضو مفيش حاجه بتعمل فايده. فهي كانت فعلا شايله هم الموضوع ده، بس انا برضو التنظيفه دي يعني مش هتاثر قوي. فاحنا هنعمل بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله، باذن الله يكون فيها حاجه فيها حل ان شاء الله يكون جذري باذن الله، وكمان في حاجه حلوه يعني، بس بلاش نحرق الموضوع الله يكرمكم، عشان انا كلامي بيأثر على نفسيتي، يعني بيأثر عليا انا نفسيا لما بتكلم مفيش افعال من الاخر، فانا مش عايزه اتكلم، انا عايزه اعملها لكم مفاجاه حلوه كده، بس ادعوا لي بالله عليكم. اهم حاجه ندعي لي وخلاص، ادعي لي ان ربنا ييسر لي في كل حاجه، ادعي لي ربنا يكرمكم. المهم ان انا زي ما انتم شايفين كده، ورحت شطبت اهو الكام حاجه دول اللي كانوا في التربو. انا طبعا بلخص عليكم تلخيص جامد، يعني انا زلوطت وبلبطت في حاجات كتير، بس بامانه حاولت ان انا الخص علشان انا فرهطت،
والفيديو يعني طويل، فقلت لنفسي في حاجات خلاص مش مهم يعني. فهنا بقى إيه، بعد ما خلصت وشطبت الحاجات اللي انا كنت ركنتها في الحوض، دخلت بقى على السيراميك كده ودعكت كمان الاوكر دي بتاعت المحابس بتاعت الميه، وهنزل على الرخامه كمان انضفها كده وادعك كويس. طبعا هي الرخامه مهما عملنا فيها مش بتنضف، وكان في ناس نصحوني قالوا لي يا امل حط على الرخامه اللي اسمه ايه ده الكلور الخام وسيبيه شويه هينضف. عملنا كده ومفيش فايده، الرخامه نفسها زي ما تكون مصبوغه من جوه من جذور الرخامه، يعني تحس ان هي زي ما تكون ايه هي الرخامه كده، بس هي مش كده والله، هي اتصبغت كلها من جذورها. فايه فدي ممكن يكون الفايدة ليها الصنفرة، فممكن نجرب صنفرة يوما ما كده نصنفرها بورق الصنفرة، وممكن تبيض معانا، فهنشوف يعني احنا ان شاء الله نلاقي لها حل. المهم ان انا حبيت اعرفكم ان انا جربت، امي جربت وانا برضو كنت يعني جربت اللي هو سترس طبعا قوي جدا يعني قاهر الدهون زي ما بيقولوا. وامي جربت الكلور، لما جابت كلور خام قلت لها طب حطي بقى على الرخامة علشان كان في حد قال لي كذا كذا كذا، وكانت حطت وما كانش فيه فايدة. المهم ان انا هنا زي ما انتم شايفين رحت بقى للجزء التاني، هنضفه نفس الموضوع، وبعد كده هدخل على الغسالة انشفها، والتربو نضفته وظبطته، والرشاقه اللي محطوط عليها الكوبايات والحاجات دي انا نظمتها وهي نظيفه وزي الفل ما فيهاش حاجه. وقلت لنفسي خلاص يعني ايه علشان النور هيقطع، لان انا طبعا كنت بحاول اجري يعني بصوا بحاول ان انا اخلص بسرعه، علشان احنا عندنا مواعيد للنور جدول كده بيقطع فيه بالدقيقه، فانا كنت عامله حساب ان هو النور هيقطع الساعه كذا، عاوزه اخلص قبل ما الساعه دي تيجي، وعلشان برضو يعني ابقى انا كده ايه قاعده، لان لو غيرت هدومي خلاص مش عارفه ان انا ابل نفسي تاني. انتوا عارفين الواحد بيبقى واقف والله بصوا انا مش حاسه بالبرد، بس اول ما خلصت بردت وحسيت ان انا رجلي والله زي ما يكون رجلي كده مش عايزه يعني رجلي وقفت مش عايزه اقول لكم هي زي ما يكون اتشلت وقفت يعني اتثبتت كده، زي ما يكون جالي شد عضل. عارفين لما رجلك تشد مره واحده وتثبت؟ انا حاسه ان انا من السقعه انا رجلي شدت وما كنتش عارفه ان انا احركها حرفيا يعني. فقعدت شويه كده ودفتها، وبعد كده غيرت هدومي، فخلاص بقى كنت انا خلصت. فانا النور لو كان قطع عليا وغيرت هدومي ما كنتش عارفه اكمل الليله دي، فحمدت ربنا، كنت بحمد ربنا ان انا خلصت من هنا وغيرت هدومي، والحمد لله الحمد لله يا رب كان النور قطع، وقلت الحمد لله ده انت يا رب كريم الحمد لله. والله الحاجات الصغيره دي بتفرق معايا جدا، عارفين لما بتقف معايا بتعكنن قوي وبزعل جدا، فسبحان الله الحمد لله ان ربنا رؤوف بيا ويسرها لي وخلصت قبل ما النور يقطع. لا كان الفيديو هيكمل ولا كنت هقدر اكمل بعد كده، لان فعلا الموقف كان هيبقى صعب عليا ان انا ابيل لنفسي تاني بعد ما خلاص بقى الموضوع ده مش هيقدره غير الناس اللي متمرمطه زيي على فكره. المهم ان انا زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت رحت دعكت الارض. طبعا الارض مهمه، ده احنا نضفنا كل شبر فيها جت على الجزء ده، فروحت بقى دعكتها كده وفركتها وشدتها اهو بالميه بعد ما نضفتها كويس بالفرشه، وهنشفها كويس طبعا. والصراحه انا ما كنتش عايزه ارجع حاجه من الحاجات اللي هي على الصينيه دي، عشان كده كنت في النهايه صورت لكم المطبخ وهو على نفس الوضع، على اساس ان انا كنت ناويه ان انا احط لها السكر والشاي في التقفيله بتاعه المطبخ او على الرخامه على جنب كده، وباقي الحاجه تفضل زي ما هي، لان انا ناويه باذن الله الحاجه اللي عاملها يعني هبقى مضطره ان انا اشيل الحاجه تاني. فانا قلت لنفسي على ايه، ما احنا كده كده شلناها ورفعناها ما نحطهاش مكانها تاني، بس قلت لنفسي انا هخليها مفاجاه ليكو والماما. عشان كده بعد ما خلصت الفيديو هي قالت لي طب يا امل انت مش هترجعي الحاجه؟ قلت لها لا يا ماما هرجعها. فرجعتها بعد ما خلصت معاكم رجعتها، والمطبخ رجع زي ما كان يعتبر. بس انا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله المره الجايه لما اروح لماما باذن الله الخطوه اللي انا هعملها هشيل كل حاجه من مكانها، وعايزاكم تخمنوا في الكومنتات ايه الحاجه اللي انا هعملها باذن الله ان شاء الله ان شاء الله اذا ربنا اراد ويسر لي باذن الله. وطبعا احتمال ما يكونش الفيديو اللي جاي، ممكن الفيديو اللي جاي يكون عندي، بس الفيديو اللي بعده ان شاء الله ممكن يكون عند ماما احتمال كبير. فباذن الله انا ناويه ان انا اشد حيلي كده، فهتجدعنوا معايا باللايكات، وطبعا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل لو انت اول مره تشوفوا قناتي علشان يوصلك مني كل جديد باذن الله. والسلام عليكم.